ازيكم يا جماعه. النهارده هنشرح ازاي نعمل اجسام متحركه على الفيديو بتاعنا في ادوب بريمير برو. طبعا ايه اجسام متحركه؟ يعني ان انا هرسم شكل، هرسم مثلا مربع او دايره واخليها انيميتد. طيب ايه اللي هيفيدني الموضوع ده؟ ان في فيديوهاتي على سبيل المثال عايز اوضح لكم ان انتوا تضغطوا على ريفرس سبيد، فانا ممكن اعمل زوم على الفيديو واجيب لكم الحته دي واقول ان انتوا تضغطوا على ريفرس سبيد. طبعا لو انت ما شفتش فيديو زوم ممكن تشوفه في الاي فوق او هتلاقيه تحت في الديسكربشن. او ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن ارسم مربع او دايره او اي جسم حوالين الريفرس سبيد يوضح لك ان انت تضغط عليه. طب ازاي هعمل كده؟ اول حاجه هروح على التول اللي هي البين تول دي، اضغط عليها ضغطه طويله، هلاقي في 3 اوبشنز: ريكتانجل تول والبين تول والإليبس تول. انا ممكن استخدم البين تول ارسم بيها شكل irregular، يعني ارسم بيها الشكل اللي انا عايزه، او ممكن اختار ان انا استخدم شكل معين زي الريكتانجل او الإليبس، شكل الإليبس يعني اللي هو الشكل البيضاوي. ففي الفيديو بتاعنا هنا هنختار الشكل الريكتانجل، وهحدد على الحته اللي انا عايز اوضح لكم ان انتوا تضغطوا عليها، اللي هي مثلا انا عايز اقول لكم تضغطوا على ريفرس سبيد، فاقوم راسم مربع حوالين الكلمه بالشكل ده. طبعا انتوا هتلاقوا المربع، يعني المربع انا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى جواه فاضي عشان احدد، بس عايز الحدود بس هي اللي تبقى الوان. فاعمل كده ازاي؟ ممكن اتحكم زي ما انا عايز. هضغط على الصوره واروح على افكت كنترولز. طبعا لو انت ما لقيتش افكت كنترولز ممكن تروح على ويندو وتختارها، هتلاقيها موجوده هنا. وطبعا ده بينطبق على اي حاجه انا بقول لك عليها. لو انت ما لقيتهاش عندك في الصفحه الرئيسيه في بريمير برو ممكن تروح على ويندو وتختارها، هتظهر قدامك. نرجع تاني، هنلاقي هنا بعد ما عملنا الشيب هنلاقي ظهر شيب اهو، شيب 1. هنضغط عليه ضغطه هنا عشان نظهر الاوبشنز بتاعته. هنلاقي فيه 3 حاجات، الحاجات اللي تهمنا يعني، اللي هي فيل وستروك وشادو. طبعا لو انت عايز شكل مربع بقى كده بقى مليان من جواه في لون، ممكن بقى تضغط هنا صح عليه وتختار اللون اللي انت عايزه من هنا كده. بس احنا عايزين الحدود بس اللي يبقى ليها الوان وجوه يبقى فاضي، فاحنا هنشيل الفيل خالص، فهتلاقيه بالشكل ده كده. وهنضغط على ستروك. ستروك دي يعني اللي هي ستروك دي يعني احاطه، يعني انت كأنك بتحيط الفيديو ببوردر. طبعا هنا لون البوردر ابيض، لو عايز تخليه ابيض تمام. لو انت عايز تغير لونه ممكن تروح من هنا كده تختار اللون اللي انت عايزه، خليه مثلا احمر، ونضغط اوكي. هنلاقي شكل مربع عامل كده. نيجي نضغط هنا كده نشغل الفيديو، هنلاقي الفيديو بقى بالمنظر ده. طبعا بقى انت ممكن تتحكم لغايه فين، عايز المربع يفضل لغايه فين، خليه مثلا لغايه هنا كده بس كده. طيب ده كده انا رسمنا مربع عادي. انا عايز بقى احط عليه ترانزيشن او افكت عشان يبقى شكله احسن من كده، بدل ما يظهر على طول ويخلي شكل الفيديو وحش. طبعا لو انت ما تعرفش ايه ترانزيشن او افكت، انا شرحت الموضوع ده بالتفصيل وشرحت ازاي تستخدمهم، هتلاقي لينك الفيديو في الاي فوق. هقوم رايح بكل بساطه على افكتس اللي هنا. طبعا زي ما انا قلت لك لو ما لقيتهاش هتروح على ويندو وتختارها. واحنا في فيديو النهارده هنختار افكت اسمه باند وايب. طبعا في افكتس كتير قوي بس اللي انا اخترته النهارده هيبقى باند وايب. لو ما لقيتوش ممكن تعمل سيرش هنا هتلاقيه على طول، تقوم ماسكه كده عامله دراج اند دروب وحطه على الصوره. تيجي تشغل الفيديو تلاقي المربع ظهر كده، اللي هو وايب، اللي هو دخل جزء منه بعد كده الباقي. طيب انا حاسس ان الترانزيشن ده ظهر بسرعه، يعني عايزه يبقى ابطا شويه. ممكن بقى امد الترانزيشن اخليه اضغط على الترانزيشن تلاقيه باللون الاصفر هنا كده اهو، ماشي. اقوم رايح على اخره كده واشده لغايه زي ما انا عايز، خليه مثلا لغايه هنا. اجي اشغل الفيديو الاقي المربع بترسم مره واحده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.